بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أترحم على شهداء الشعب العربي الفلسطيني، وأسأل الله الفرج العاجل للشعب الفلسطيني مما يعانيه. الآن يا إخواني تكلمت عن قانون التأمين وأكمل الآن عنه. الآن بيتكلموا عن اللي هي اللجان الطبية اللي تكلمت أنا عنها، إنه اللجان رح تحدد نسب العجز وفق النظام اللي حتصدره هيئة سوق رأس المال اللي هي مسؤولة عن شركات التأمين. الآن اللي عند احتساب التعويض، هون تم ضرب المواد المتعلقة في التعويض. عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب أو فقدان مقدرة على الكسب للشخص الذي يعمل، يؤخذ في الاعتبار الدخل المثبت المصرح به للجهات المختصة. الدخل المثبت مصرح بالجهات المختصة. طب مين جهات مختصة بالدخل؟ ضريبة الدخل. بمعنى انه اي انسان دخله فوق مثلا 10,000 20,000 15,000 مش خاضع للفواتير الضريبية اللي هو بده يصدرها، بمعنى انها الناس تخضع لضريبة الدخل. طب هذا الشخص افترض انه ما دفع ضريبة الدخل، هل اصيب بعجز كلي او اصيب بعجز كلي او اصيب بعجز كبير، هل بدك تحرمه التعويض وتعوضه فقط على اساس الدخل الذي لم يثبت؟ على انك بدك تعوضه على اي اساس بدك تعوضه؟ اذا ما قدرش يستطيع اثباته بده يعمل جدول للمهن بما لا يزيد على معدل الأجور الشهرية في مهنته وفقا لدليل تصنيف المهن الفلسطيني. يعني في دليل للمهن الفلسطينية بدهم يصدروه برضه من شان ايش؟ سحق التعويضات. دليل المهن هذا ايش بيعتمد؟ معدل الأجور الشهرية، معدل الأجور، يعني مش معدل ضعفي. كان القانون اللي موجود حاليا يقول اللي هي ضعفي اللي هي الدخل، يعني مثلا دخله بالقانون انه بنقول مثلا مهنته مثلا حداد او مهنته مثلا محامي، الدخل للمحامي العادي 5000، هو اثبت 10,000، قد ايه ضعفيه؟ بنعطيه 10 اذا هو 5 المتوسط. هلا ما هذا البند تم الغائه حتى يتم سحق تعويض المصابين، بمعنى انت ما بدك تعوض الا اذا مثبت في ضريبه الدخل او مثبت في الجهات اللي انت مختصه، قسيمه راتب حكوميه. يعني حتى لو موظف حكومي وعنده راتب حكومي وعنده راتب من قطاع خاص، هذا القطاع الخاص ما فيش فيه عليه فواتير ضريبيه، رح يحاسبوا على اساسها. طب انت هذا الشخص عاقبته مرتين، انه هذا الشخص عنده العجز ومش رح ياخذ التعويض. في نقطه مشكله اكثر برضه اكبر، عند احتساب الدخل تعويض عن فقدان المقدرة الكسب للشخص الذي لا يعمل، فإنه يتم اعتبار الدخل حسب معدل الأجور الشهري في دولة فلسطين في سنة وقوع الحادث. شخص ما بيعمل في سنة وقوع الحادث، أحيانا بوقع الحادث في 2007 2010 2015 بنحكم 2020، بقول لك وفق حسب معدل الأجور الشهري في وقت وقوع الحادث. ممكن وقت وقوع الحادث الدخل 3000 شيكل 4000 شيكل، وقت صدور الحكم وقت صدور الحكم 5000 شيكل. متوسط مش متوسط اللي هو معدل الأجور، مثلا معدل الأجور يوم مثلا 2010 مثلا 1500 شيكل 2000 شيكل، الآن مثلا 2500 3000 شيكل. فهون بهذه الحالة في سنة وقوع الحادث هون في قمة الظلم. ليه؟ هذا الشخص الذي لا يعمل، افترضها ربة بيت، افترضه طالب جامعي، انت مفترض انه طول حياته لن يعمل، ومفترض طول حياته انه لن يعمل الا بالدخل الذي تعرض له الحادث، وهذا في حد ذاته خلل تشريعي. لانه هذا الشخص قد انه انت لو اتيحت له انه صحته موجوده انه يعمل ويعمل بمبالغ، يعني كانت ناس تعمل مثلا بمبالغ في سنوات اول عمرها مثلا بمبالغ بسيطه وبدات تشتغل بمبالغ كبيره، انت هذا الشخص بتحرمه حتى من التعويض، كانك حكمت عليه بايش؟ بانه من يوم وقوع الحدث دخلك يتحدد. هذا في مشكله ايضا كثيره، مشكله كبيره، لانه في احنا موجود وقت صدور الحكم، عشيه وقوع الحكم، كانت تقول لك اللي هي عشيه وقوع الحكم، يعني انت بدل ما تعطي تاريخ وقوع الحادث عشيه صدور الحكم، يعني ممكن يصدر الحكم بعد سنتين بعد 3، وهذا في سحق للمصابين. نقطه ثانيه، هم اجوا لحتى ينقصوا من حقوق المصابين، عملوا بند كيف المعادله اللي عملوها مادة 117 يتمها بعجز وظيفي بناء على التقرير المرجع الطبي اللي هم حددوه طبعا، والجدول اللي هم عملوه بقول لك الدخل الشهري مضروب بنسبة العجز الوظيفي بعدد الأشهر المتبقية لبلوغ سن 60 من تاريخ وقوع الحادث مضروبا بمعامل الخصم مقابل الدفع الفوري وفق الجدول الصادر عن الهيئة. لسه الجدول مش صادر. هلا عندها الآن بنتكلم عنها الآن مع احترام الشديد، في عندك فترة لا ترسمل فيها. إيش ما بترسمل فيها؟ يعني فترة التي استحقت عند وقوع الحادث، يعني مثلا وقع الحادث بتاريخ معين تيجي ترفع الدعوة بعد فترة معينة، هذه الفترة اللي هي السنة سنتين هذه تعتبر مستحقة، وإذا استمرت في المحكمة كمان يستحق بدل الدفع الفوري دون أن يتم رسملته. نقطة ثانية، أن ليس العمر هو حتى 60،
لم ينص قانون 20 لسنة 2005 على سن ال60، وجاءت قرارات محكمة النقض الفلسطينية الهيئة العامة وقالت حسب يا عم الفئة اللي بينتمي إلها أقل شيء 60. والله قاضي بيشتغل لل70 مهنته أثبتت إنه بيشتغل على رأس عمله حسب الحقل الذي ينتمي إليه. وهذا في إيش؟ هذا في هضم لحقوق المصاب. عندك أنت بيشتغلوا في ناس لل70. هلا هو قال لك أنا أعطيت نص إنه اللي عمره 60 بيشتغل لل70، هذا بالجدول هذا برضه مسحوق. بدك تضيف هذا النص ضيفه، لكن الأصل إنك أنت لا يوجد نص محدد في قانون 20 2005، وهذا بحد ذاته حتى يضيع الحقوق على المصاب. أيضا عند احتساب تعويض القاصر نفس الشيء عامله بهاي الطريقة، قال له لك لحد سن 60 مضروب بكذا مضروب بكذا بعدد الأشهر. هذه الرسملة والضرب بجدول كليتها ستؤدي إلى سحق التعويضات بدون ما نتكلم، يعني هي ستسحق التعويضات. البند الأخطر اللي أنا حابة أحكي عن الإعالة، لما بتكلم هو عن الإعالة اللي هي التعويض عن الإعالة من خلال احتساب الدخل الشهري للمتوفى، هاي سأفرد لها بند خاص مستقل. بقول لك حتى سن 60. طب هذا الشخص ولاده تحت ال18، بس له يبلغ 60، لو ولد عمره سنة وسنتين، يعني افرض شخص عنده أطفال وهو عمره 58 ومات 60، ما راح تحسب للأولاد حتى بلوغهم 18 سنة؟ هذا في مشكلة. شو بدهم يشتغلوا الأولاد هدول تيعيشوا اللي بيفقدوا آبائهم؟ الأصل إنك ما تسقف أو تضع سقف لا للزمن ولا للتعويض، لكن أنت بتسقف أو بتضع سقوف أو بتضع حدود، لأنه هذا إيش؟ عبارة عن قانون هيئة سوق رأس المال.